النهاردة هنتكلم عن موضوع كتير مننا بيحاول يتجاهله أو يخجل منه، لكنه في الحقيقة مفتاح التطور الحقيقي والنجاح المستمر. تحويل نقاط الضعف لقوة، استراتيجيات عملية ومجربة لتحسين نقاط ضعفك. كل واحد فينا عنده نقاط ضعف، وده طبيعي جدا. المشكلة بتبدأ لما بننكر وجودها أو بنسمح ليها تتحكم فينا وتمنعنا من تحقيق إمكانياتنا الكاملة. بنشوف نقطة الضعف كحائط سد، مش كباب لفرصة جديدة. الحقيقة إن أعظم القادة والناجحين في العالم ما كانوش مثاليين، لكنهم كانوا بارعين في فهم نقاط ضعفهم والعمل عليها وتحويلها لأدوات تميزهم. نقطة الضعف مش نهاية الطريق، لأ، دي نقطة بداية لرحلة نمو وتطور. لما بتتعامل مع نقاط ضعفك بوعي وخطة، بتتحول من كونها عبء إلى مصدر قوة غير متوقع. ده بيسميه علماء النفس التحويل الإيجابي Positive Transformation. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية التعامل مع نقاط الضعف، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية ورا التغيير السلوكي والنفسي، وهنشاركك خطوات وتمارين عملية جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تبدأ رحلتك نحو تحويل نقاط ضعفك إلى مصادر قوة حقيقية وتطلق إمكانياتك الكامنة. يلا بينا نكتشف البطل اللي جواك. ليه تحويل نقاط الضعف لقوة مهم جدا لحياتك؟ مفتاح التطور والتميز. نمو شخصي ومهني مستمر. العمل على نقاط الضعف بيفتح لك أبواب جديدة للتعلم والتطور، سواء في مهاراتك الشخصية أو في مسارك المهني، وده بيخليك دايماً في حالة تحسن. زيادة الثقة بالنفس. كل نقطة ضعف بتشتغل عليها وتنجح في تحويلها لقوة بتزود إيمانك بقدراتك وبتحس بقوة داخلية كبيرة بتخليك مستعد لمواجهة أي تحدي. فهم أعمق لنفسك وللآخرين. رحلة استكشاف نقاط الضعف بتخليك تفهم نفسك أكتر وتكون أكثر تعاطفاً مع الآخرين اللي بيعانوا من نفس المشاكل، وده بيقوي علاقاتك. تجاوز العقبات وتحقيق الأهداف. نقاط الضعف غالباً ما تكون هي العوائق الخفية اللي بتمنعنا من تحقيق أهدافنا. لما بتتعامل معاها بتزيل العقبات دي وبتفتح الطريق للنجاح. خطوات عملية لتحويل نقاط الضعف لقوة. الخطوة الأولى تحديد نقطة ضعف واحدة والاعتراف بيها. Identify and acknowledge. ما تشتتش نفسك بمحاولة تغيير كل حاجة مرة واحدة. اختار نقطة ضعف واحدة بس حاسس إنها بتأثر عليك بشكل كبير. اكتبها بوضوح واعترف بوجودها من غير حكم أو لوم. مثلا، أنا ضعيف في إدارة الوقت. تذكر، الاعتراف هو بداية الحل. الخطوة الثانية، فهم السبب الجذري. Understand the root cause. اسأل نفسك، ليه عندي نقطة الضعف دي؟ هل هي عادة، نقص في المهارة، خوف من الفشل، عدم ثقة بالنفس؟ كل ما فهمت السبب، كل ما قدرت تلاقي الحل الصحيح. مثلا، أنا بأجل المهام عشان بخاف من النتيجة. استخدم مبدأ اسأل ال5 مرات لماذا للوصول للعمق. الخطوة الثالثة، وضع خطة عمل صغيرة ومحددة. Create a tiny action plan. بدل ما تحاول تعمل تغيير جذري فجأة، حط خطة خطوات صغيرة جدا وقابلة للتنفيذ. مثلا، لو نقطة الضعف هي التأجيل، خطتك ممكن تكون هبدأ كل يوم بمهمة صغيرة لمدة 15 دقيقة فقط. استخدم مبدأ الخطوات المتناهية الصغر Tiny Habits. الخطوة الرابعة، البحث عن مصادر الدعم والتعلم. Seek support and learn. ممكن تكون محتاج تتعلم مهارة جديدة أو تقرأ كتاب أو تاخد كورس أو تطلب مساعدة من حد خبير. ما تخافش تطلب المساعدة، ممكن يكون عندك مرشد أو صديق يدعمك. المعرفة والدعم يسرعان عملية التحسين. الخطوة السادسة، ركز على نقاط قوتك بجانب العمل على الضعف. Leverage strength. مش معنى إنك بتشتغل على نقاط ضعفك إنك تتجاهل نقاط قوتك. استغلها لتعويض نقاط الضعف أو لجعل عملية التحسين أسهل. مثلا، لو أنت مبدع لكن ضعيف في التنظيم، ممكن تستخدم إبداعك لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتنظيم. الجمع بين نقاط القوة والضعف هو قمة الذكاء الشخصي. الخلاصة، نقاط ضعفك ليست حكماً بالإعدام، بل فرص ذهبية للنمو والتميز. تذكر، رحلة تحويل نقاط الضعف القوة هي رحلة مستمرة مليانة بالتعلم والاكتشاف. كل واحد فينا عنده القدرة على التطور والتحسن.
ابدأ النهاردة بأول خطوة وشوف إزاي هتكتشف قوة داخلية عمرك ما تخيلتها وتتحول لشخص أقوى وأكتر نجاحاً. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركنا في التعليقات إيه نقطة الضعف اللي هتختار تبدأ العمل عليها النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.